الناقد الكبير الاستاذ طارق الشمعاوي. اهلا وسهلا بحضرتك. انا ما بحبش خالد النبوي. حضرتك هنتكلم حاجات تانية كتير. ماشي، انا ما بحبش خالد النبوي وشايف ان هو بيدعي عالميه كاذبه، وان خالد قمر لو كان احترف وخد فرصه حقيقيه كان زمانه بقى عالمي اكتر من خالد النبوي اللي بيدعي عالميه كاذبه لا اساس لها والله العظيم حضرتك القمر، بس احنا مش هنتكلم عن استاذ خالد النبوي بس، هنتكلم عن المسلسلات بشكل عام. انا ما بحبش خالد النبوي، بس لو هتتكلم عن المسلسلات بشكل عام انا شايف ان في عدد وافر من المسلسلات السنه دي. كل المسلسلات حقيقي بتنافس على الهبوط، لكن في منافسه. وقلت جايز في الاول ان الهبوط ده سببه ان التصوير في رمضان او الممثلين صايمين، لحد ما لقيتهم كلهم في التصوير مولعين سجاير ولا كاننا في ذي الحجه يعني. فمفيش اي حجه. وحضرتك بتقول ايه؟ انا ما بحبش خالد النبوي. طب هنتكلم عن الاستاذ امير كرارة. اتفضل. امير السنه دي فاجئني جدا حقيقي. السنه دي امير مغير جلده، مجدد دمه، محدد دقنه، وعامل دور ظابط. وانا الحقيقه قلما اشوف امير في دور ظابط. يمكن ما قدموش غير في كلبش واحد واثنين وثلاثه والاختيار وحرب كرموز. فهو تقريبا يعني امير اهله ضغطوا عليه قالوا له مثل الاول بعدين خد شهادتك. فان شاء الله لما يعتزل هيقدم في كليه شرطه ويعمل حاجه اللي بيحبها طب يعني. بين كل الادوار دي اكتر دور عجبك الاستاذ امير؟ دوره في الطبال بس ده ما كانش ظابط. كان ظابط ايقاع. ما هو لازم يا فندم امير يقدم ظابط. طب تفتكر في يوم من الايام ممكن نشوف استاذ امير كرارة عامل انسان عادي؟ هيبقى عامل انسان عادي، بس هيبقى طول ال 30 حلقه ظابط منبه. ما انا بقول لحضرتك لازم ظابط لسبب لا يعلمه الا الله وبيتر ميمي. طيب خلينا نسيب استاذ امير كرارة ونروح لاستاذه ريهام حجاج. ريهام مستمره في السباق الرمضاني بقالها فتره، يعني كام سنه ويمكن وجود ريهام في رمضان عامل زي البيبسي على الفطار. يعني تلاقي دايما اللي بيشرب صوبيا، اللي بيشرب تمر هندي، اللي مزاجه يرقصوص، محدش معبر البيبسي بس هو لازم يبقى موجود ويتفرض علينا. طب النجم الكبير احمد السقا. احمد عمل ادوار ظباط كتير، هو السنه دي عامل ظابط برضه وهو متمكن جدا في ادوار الظباط. كنت منتظر منه ان هو يطول رقبتي، لقيته مطول شعره، مطول مشاهده، مطول لحظاته، ممكن مطول. نتكلم عن ادائه اكتر؟ ما فيش اداء يا فندم. انا بطلب بس من الجمهور ان هو يمشي معاه لنفس اللاين ويطول باله عشان يقدر يستحمل الاستاذ احمد السقا السنه دي. طيب نروح للجميل احمد عز. اه جميل فعلا حقيقي. يعني احمد مجرد ظهوره على الشاشه كده مربك جدا. يعني انت لو تلاقي اتنين متجوزين ومتخانقين يقوم يراضيها في ساعتها، خوفا من هذا الممثل الجميل. اتنين مخطوبين اختلفوا النيش علينا السجاد، انا بيجيب النيش والسجاد خوفا من هذا الممثل زي القمر حقيقي. يعني هو بيقلل ثقتي انا شخصيا في نفسي. بس عايزين نمثل بقى، مش عايزين نشقط يعني. طيب الفنان الكبير ياسر جلال. كريم عبد العزيز حقيقي. الاستاذ ياسر جلال. انا بقول لك الاستاذ كريم عبد العزيز حقيقي ممثل كبير جدا. ويعني يمكن حتى لو السنه دي ما وفقش فهو ليه رصيد كبير جدا، ممكن يتصل بالرصيد ده بالشعب واحد واحد يراضيهم، واحنا طيبين وبنصفى بسرعه يعني. طب نروح لنمبر 1 محمد رمضان. لا نمبر 100 1 مليون، مش 1 خالص. مسلسل ممل واحداث بطيئه وحاجه. يعني هو قال لنا المشوار، كل يوم ياخدنا في مشوار شكل. مره مشوار لحد مصنع الملح مره مشوار جنينه الحيوانات، مره مشوار للمحامي صاحبه، مره مش. ومفيش احداث يعني، هو مشاوير بس فعلا. فهو المشاوير مش المشوار. حقيقه انا المسلسل ده تقريبا اخراج محمد النني مش محمد ياسين. يعني عارف حضرتك النني لما تجيله الكرة في نص الملعب اه فيستلمها، بعدين يوقفها، بعدين يعدلها، بعدين يبدأ يبص، بعدين يرجع لورا. ما هو ده المسلسل بالنسبة لي حقيقي. طيب خلينا طب نروح لمسلسل راجعين يا هوا. انا برفض الواسطة في الفن وبرفض حضرتك هي خالد فين النبوي. الواسطة؟ هي فين الواسطة؟ ما يا فندم نور النبوي اكيد اخو خالد لا النبوي. هو مش اخوه، هو ابنه. طيب. بس هو ممثل شاطر وعامل دوره على اكمل وجه. للأمانة هو مسلسل متكامل. أنا بشكر طاقم التصوير، بشكر طاقم الإخراج، بشكر طاقم التمثيل، طاقم التأليف، مسلسل سوتس بالعربي. بشكر طاقم البدل. حقيقي ألوان زاهية جدا وجرافطات شيك في غاية الشياكة، حضرتك ألوان انا عايز اسال متناسقة. عن الفنانين. بشكر ريم مصطفى. فنانة جميلة طبعا لا مش على كلنا. الفن، هي عارفة أنا بشكرها ليه كويس. فنانة جميلة طبعا. ده طب حقيقي. مسلسل الكبير ده حضرتك بترفع القبعة أنا عنه. برفع له كل حاجة. أنا لو أعرف أدخل موتوسيكل هنا كنت رفعت له حصان. حقيقي مسلسل جميل وكبير فعلا ده. طبعا طبعا. رامز جلال. شارك في هذا العمل أي حد بيتفرج أي معلن منزق أكمل كلامي منزل إعلانات شارك في شارك في يا راجل بلاش. الناقد الكبير الاستاذ طارق